لو انا نفسي في حاجه معينه اجيبها، اي حاجه، لو انا نفسي اشتري حاجه ما هيردك خائبه، ولا هيرد ايدك صفر خاويه اليدين، مش هيردك ابدا، يقينا وعن تجربه. ايه الادعيه اللي انا دعيت بيها ربنا؟ السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. يا صباح السعاده، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه والعافيه. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه ان انا اشكر كل حد دخل في الكومنتات وقال لي كلمه جميله من قلبه. مش عايزه اوصف لكم، كلامكم ده بيفرحني قد ايه، وبيدخل السرور على قلبي قد ايه، وبيشجعني ان انا استمر اكتر واكتر. والله انتوا سبب كبير، سبحان الله العظيم، انتوا سبب كبير من اسباب سعادتي. ربنا كده ساقكم ليا فعلا. انا ببقى طايره من السعاده لما بشوف كلامكم وارتياحكم ومدى الاستفاده اللي بتدخل على قلوبكم. فشكرا شكرا شكرا. موضوع فيديو النهارده انا جايه اتكلم عن نقطه في بحر، بمعنى تجربتي. ودايما ما بحبش اقول تجربتي، لان انا كل حاجه في حياتي مع رب العالمين انا بعملها بيقين، ولكن خلينا نسميها تجربتي عشان الناس بتحب تسمع الحاجه المجربه، فخلينا نقول تجربتي. ان السر او سر من الاسرار، مش هقول السر الوحيد، لا، سر من اسرار استجابه الدعاء هو المناجاه. ايه هي المناجاه دي يا سمسم؟ الدعاء معروف لغة الطلب، يعني الدعاء هو الطلب، أنا مطلب من رب العالمين شيء أنا عايزاه. طيب المناجاة أعمق، بمعنى المناجاة دي يعني أنا ولله المثل الأعلى لما بيكون عندي حد أنا برتاح له، فأكون زهقانة ومتضايقة من حاجة كده، فبروح واحكي واشكي معاه واقول له على اللي واجعني وافضفض له، ويكون حد قريب ليا قوي يعني. فالمناجاة دي هي انك تكلم رب العالمين وتحكي له وتفضفض له عن كل حاجة وجعاك من جوه، اي حاجة، اي حاجة انت شايل همها. انا عن نفسي وتجربتي زي ما احنا قلنا، والله ما في حاجة دعيت بها رب العالمين ونجيته فيها إلا واستجاب لي إياها. وإن شاء الله بإذن الله هحكي لكم عن كل حاجة، بس أنا سايبة كل حاجة لوقتها، كل حاجة بترتيب رب العالمين لوقتها كده. هحكي لكم عن إيه الأدعية اللي أنا دعيت بيها ربنا واستجاب لي فيها بإذن الله، بس زي ما قلت لكم كل حاجة في وقتها. أي أمر كان بيضايقني، أي حاجة كانت بتوجعني، لو أنا عندي صداع في راسي، أنا في حد خذلني ووجعني وزعلني وانا مثلا ما كنتش استاهل الزعل ده، لو حد انا اكرمته وهو قابل الاكرام بنكران الجميل، لو حد انا كنت كويسه معاه قوي قوي ومن جوه كنت بيضه وهو قابل الاحسان بالاساءه، لو انا نفسي في حاجه معينه اجيبها، لو انا نفسي اشتري حاجه، لو انا نفسي اسافر مكان، لو انا نفسي اكل اكله، اي حاجه. والله كان بيقول لك الصحابه كانوا بيسالوا ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء في الحياه، حتى شسع النعل، يعني اللي هي النعل، عارفين انت النعل، الحذاء، اكرمكم الله، كانوا بيسالوه حتى الملح. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تساله في كل حاجه. طيب المناجاه بقى، كنت كل حاجه اكلم رب العالمين عليها، كل حاجه مضايقاني، كل حاجه نفسي فيها. بعمل ازاي؟ اقول لكم طريقتي يعني. بحب اقعد لوحدي في مكان، ما بحبش حد يبقى معايا نهائي، وده الخلوه، زي ما بيقولوا الخلوه، ان انا ابقى قاعده لوحدي، وما بحبش حد يبقى معايا، وما بحبش حد يبقى سامعني، وما بحبش صوتي يبقى مسموع، صوتي خافت زي يا رب كذا كده، انما صوت يا رب كذا لا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. بالراحه وانت متضرعه وبص رب العالمين بقى واحكي له، يا رب انا حصل معايا موقف الفلاني الفلاني، وانا حزينه من جوايا وزعلانه، يا رب انا طب ليه كل ده؟ طب يا رب انا ما عملتش حاجه تستاهل ان حد مثلا يزعلني او يجرحني، يا رب ده انا كنت كويسه، ده انا كنت مثلا بعمل كذا وكذا وكذا، ليه يا رب كل اللي بيحصل؟ مش بسال ربنا، لا لا لا، ده انا بسال نفسي استنكارا للموقف، وبكلم ربنا ليه ده يحصل معايا، ليه انا اتوجع بالشكل ده يا رب. ودايما اقول لربنا كده، عارف يا رب، وبعدين اقول له سبحانك، اللي هو عشان انا بقول له عارف فبقول سبحانك يعني، واحنا عارفين ان سبحانك منزه عن كل نقص، فلما اقول له عارف يا رب، سبحانك يا رب، انا والله زعلانه قوي، عارف يا رب انا حاسه ان انا مثلا ده سي موقف من المواقف، يعني مش كل المواقف وليس على سبيل الحصر يعني، انا حزينه قوي وزعلانه، حاسه يا رب ان قلبي من هنا موجوع وزعلانه، وتلاقي دموعي نزلت وبكلمه ولله المثل الاعلى، كاني حد قاعد جنبي، وانا من جوايا متاكده وموقنه ان هو سامعني، وعارفه ان في كل حته حواليا، وحاسه بيه، حاسه برب العالمين انه سامع كلامي، انا بكلم حد موجود، انا بكلم حد يقينا، عارفه انه
موجود يقينا، عارفة أن رب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعارفة أنه لا يخفى عليه دموع رجائي، وعارفة أنه لا يخفى عليه وجعي وألمي اللي أنا حاساه، ولكن أنا بحكي له من باب الفضفضة. عارف يا رب سبحانك، أنا نفسي يعني في حاجة كذا تحصل ويا رب أنا مش عارفة أعمل إيه. الأمر ده زاد عليا كرب قوي، والهم زاد عليا، والحزن زاد عليا، وأنا ماليش سبيل إلا سبيلك، أنا ماليش باب يا رب إلا بابك. أنا كل البيبان اتقفلت في وشي، وده في موقف من المواقف حصل معايا. أنا كل البيبان اتقفلت في وشي، مش اللي باب، أنا مش عارفة أعمل إيه. ببص لربنا وأكلمه كده، وده يعني سر من أسراري مع ربي، بس أنا حابة إن الكل يعني يحسها ويستفيد، عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. ربنا عايز كده، يوم ما تحسوا وتدعوه سبحانه دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر، دعاء المضطر يعني الفقير اللي رحمة ربنا، اللي الدنيا كلها وسبل الدنيا كلها اتقفلت في وشه وما قداموش غير رب العالمين. وده أحلى حاجة، يوم ما تلاقوها اتقفلت في وشكم، وانا قلت لكم قبل كده، اعرفوا ان ربنا عايز يسمع لكم، وعايز يسمع صوتكم، وعايزكم تكلموه. ربنا لما بيلهمك الدعاء بيبقى عايز يسمع صوتك وبيحبك. يوم ما يلهمك تطلبي منه، ويوم ما يلهمك تناجيه وتطلبي منه، والله هو بيحبك، هو عايز يسمع صوتك، والله هو عايز يستجيب لك وعايز يراضيكي. بس هو سبحانه وتعالى بيأخر شوية لحكمة، ولكن هيديك يوم ما يسمع دعائك بتبكيله وبتشكيله وبتحكيله، والله يقينا ما هيردك خائبة، ولا هيرد ايدك صفر خاوية اليدين، مش هيردك ابدا يقينا. وعن تجربة، المناجاة نجوا ربنا، روحوا اجروا على ربنا وكلموه، بالذات في وقت الليل. يعني أنا ان شاء الله في فيديو تاني هكلمكم عن الدعاء بقى شموليا او بصفة عامة باذن الله. اقول لكم كلام ان شاء الله، يا رب يا رب ربنا يفتح عليا واقول لكم كلام كويس يريحكم ويفهمكم. اتوسلوا له، والشمس جت عليا خلاص بقى، خلاص مش قادره اكمل، بتحرق. يعني النهارده مصوره متاخر يعني، فالشمس طلعت يعني قويه في الجنب ده. والله لا يرد من دعاه. اهم شيء اهم شيء انك تصبر وما تتحسرش وما تستعجلش. اجابه الدعاء يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. ايه ما لم يعجل دي؟ يعني يقعد يقول بتحصل كتير ولا لا، اشوف الكلام الجاي ده بتحصل كتير معاك ولا لا. يا رب انا دعيت بكذا وكذا وكذا، او راح اقول لحد انا دعيت ربنا وما بيستجيبليش، ما بيسمعليش، ربنا ما بيحبنيش، ربنا مش قابلني، ربنا مش عايزني. وهو ده اللي بيأخر دعائكم، هو خلاص جاي والإجابة جاية والبشرة جاية والفرج جاي، وإحنا بقنوطنا من رحمة الله هو اللي بيأخر لنا استجابة دعانا. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية بإذن الله. ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو، وأشوفكم على خير وأسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.